بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الاثنين 31/7/2023. إن شاء الله في الفيديو هنتكلم عن أسعار الرز الشعير والأبيض والمخلفات، وهنتكلم عن أسعار الذرة مستورد والبلدي، وهنتكلم عن أسعار الفول وأسعار القطن وأسعار اللب وأسعار البرسيم الأصفر. لو انت اول مرة تشوف القناة يا ريت تشرفني باشتراكك في القناة، واعمل لايك للفيديو عشان يصل لغيرك ويستفيد بالاسعار. بالنسبة لسوق الرز، في ارتفاع في اسعار الرز عن امبارح، وارتفاع كبير في الاسعار. الارتفاع ده جاي نتيجة ان مفيش عرض وفي طلب على الرز الابيض، وفي دلوقتي في السوق فجوة في سوق الرز الابيض. ده نتيجة ان الناس كلها كانت يعني مطلعة شغالة على وش السوق، سواء مضارب أو تجار رز أبيض. كان كل الناس شغالة على وش السوق تخوفا من نزول الأسعار، مع إن إحنا نبهنا وحذرنا إن خلاص الأسعار طالما نزلت ل12,000 ما عادش فيه خوف ولا فيه حذر، والكل يشتغل. بس برضه كانت الناس متخوفة، فكل فضى نفسه من البضاعة، سواء المضارب فضت البضاعة اللي عندها، وسواء الأبيض برضو فضوا البضاعة اللي عندهم. فرجعوا دلوقتي بيطلبوا بضاعة في طلب وفيش عرض شيء. ومن ناحية تانية برضو أسعار الذرة وأسعار خامات الأعلاف طبعا كل يوم بترفع، فده اللي مؤدي إلى ارتفاع أسعار الرز. والسوق طبعا زي ما حضراتكم عارفين عرض وطلب، ومع أخذ في الاعتبار طبعا أسعار مخلفات الرز وارتباط الرز بأسعار الذرة وخامات الأعلاف. ده كل اللي أقدر أقوله لك في السوق الرز، أو ده كل المعلومات اللي عندنا. بالنسبة للأسعار، أسعار الرز الأبيض عريض أعلى جودة زيت وبخار وسوليتكس، أعلى بضاعة في السوق ب20,500 من أرض المضرب. ده الرز الأبيض العريض أعلى جودة. بالنسبة للرز الأبيض الرفيع أعلى جودة زيت وبخار وسوليتكس ب19,000 من أرض المضرب. الرز الرفيع أعلى بضاعة في السوق. البضايع العالية غير مخلوطة والبضاعة البلدي الصافي. بالنسبة لأسعار الشعير، شعير عارض وصل للمضرب ب14,500 على أول اليوم، وشعير رفيع وصل للمضرب ب13,500 على أول اليوم. بالنسبة لأسعار التنفيذ، أسعار التنفيذ في الشعير العريض من 14,200 إلى 14,300. وبالشعير العريض التنفيذ ده من أرض المخزن، بتبقى البضاعة من أرضه، يعني من غير تكلفة نولون ومن غير أي تكاليف تانية. بالنسبة لأسعار الشعير الرفيع من أرضه من 13,200 إلى 13,300. وطبعا قد تختلف الأسعار من مكان إلى آخر على حسب النولون وعلى حسب طريقة السداد. ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير والأبيض. بالنسبة لأسعار المخلفات، السرسة المطحون من 1,500 ل1,600، والجونة ب10,200، الكسر الناعم ب12,300 من أرض المضرب. ده بالنسبة لكل حاجة في سوق الرز. طبعا لسه زي ما قلت لحضراتكم تحديد سعر الرز الجديد مفيش أي جديد فيه. كل اللي الناس بتتكلم فيه توقعات، وكله بيشوف على حسب وجهة نظره في السوق. وطبعا يعني محدش ضامن حاجة، يعني عشان أكون واضح مع حضراتكم محدش عارف معلومة أكيدة إن الرز الجديد هيبقى بكام. بس دي بشرة خير إن في ارتفاع في أسعار الرز قبل الحصاد. وزي ما شرحت لحضراتكم في فيديو امبارح العوامل اللي بتأثر على أسعار الرز الشعير في الموسم.
مع الأخذ في الاعتبار إن الموسم هيبقى موسم طويل. موسم الحصاد هيبقى موسم طويل، يعني ممكن يستمر معانا لآخر شهر 11، وممكن يدخل في 12 كمان. فده كل اللي قدامنا في السوق. وطبعا يعني او حضرتك متابع القناة على طول، في اي جديد هنتكلم مع بعض على طول فيه على القناة من غير تأخير. بس بنحب نقول المعلومة مؤكدة وصحيحة 100%، عشان الناس توصل لها المعلومات صحيحة، وما يرضلناش ما يرضناش لا حد يخسر بسبب كلامنا، ولا حد يبقى زعلان من أي حاجة في القناة. بالنسبة لأسعار الذرة المستورد البرازيلي في ارتفاع 200 جنيه، 15400 صب أرضه في المين. والذرة المستورد الأرجنتيني برضو ارتفاع 200 جنيه، 15400 من أرض المضرب. بالنسبة للذرة الأوكراني والصربي والروماني ب 13800 بارتفاع 300 جنيه في الطن صب أرضه في المين. بالنسبة لأسعار الذرة المحلي لسه طبعا احنا على أول النهار ومفيش تنفيذ، فممكن نقول من 13 إلى 14 ألف الأبيض والأصفر المحلي. بالنسبة لأسعار الصويا 28 ونص و27 ونص، 44 و46. بالنسبة ل إن شاء الله نتكلم عن أسعار الفول البلدي. الفول البلدي الرفيع، بالمناسبة في فيديو امبارح أنا قلت أسعار الفول، وناس علقت لي في التعليقات وبتقول لي أسعار الفول كام. معنى كده إن الناس ما شافتش الفيديو للآخر. فبقول لك أسعار الفول البلدي الأردب 155 كيلو خام من 4400 ل 4600. البضايع العالي أعلى بضاعة في الفول البلدي الرفيع. الفول البلدي العريض بيقل من 200 ل 300 جنيه. بالنسبة لأسعار القطن، طبعا أنا ما كنتش بقول أسعار القطن لأن يعني العمل يعني هادي في القطن، فسألنا الشركات فقالوا من 6 ونص ل6 700. بس مفيش تنفيذ، عشان أكون واضح مع حضراتكم مفيش تنفيذ. ما شفتش حد باع أو اشترى قطن قريب. ده بالنسبة لأسعار البرسيم، في ارتفاع في أسعار البرسيم الأصفر والأردب من 6400 إلى 6600. الأردب هنا بيتحسب ازاي؟ بيتحسب المتعقب ب168 كيلو، واللي على وشه 180 كيلو. في ناس بتحسبه 181 كيلو، على وشه، و169 كيلو على وشه. ده عادي موجود في التجارة عادي، عشان الناس ما تستغربش. ده بيبقى زي نظام عيار على الأرداب. وبكده يكون عرضنا مع بعض جميع الأسعار. أسعار الفاصوليا عشان بس خاطر الأستاذ مدحت، بصراحة أنا لسه ما وصلليش جديد في الفاصوليا، فلما يوصل جديد إن شاء الله أعرفه لحضراتكم على القناة. وكده عرضنا جميع الأسعار. كل اللي طالبه من حضرتك الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو عشان يصل لغيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.